3 انتصارات على التوالي دفعت الهلال السوداني لدخول مواجهة مولودية الجزائر بمعنويات عالية، مع حذر شديد لكونه يعلم تماما مدى قوة الخصم الجزائري، خاصة بعد الفوز عليه بصعوبة في مباراة الذهاب. الهلال وجد نفسه تحت ضغط الضيف الجزائري الذي تمكن من هز شباك الحارس عيسى فوفانا بعد 5 دقائق فقط من بداية المباراة عبر سفيان بايزيد. بداية المباراة المثيرة فرضت حذرا شديدا على رجال المدرب الكونغولي فلوران إيبينغي، فغابت الفرص عن بقية الشوط وسط إغلاق محكم لمساحات اللعب من كلا الطرفين. في الشوط الثاني أراد إيبينغي الخروج ولو بنقطة واحدة، فهي تفي بمهمة التأهل على أقل تقدير. كوليبالي أراد ترجمة ما يجول في خاطر مدربه، كان مصدر قلق للضيف الجزائري، راوغ بمهارة وسدد كرة تصدى لها عبد اللطيف رمضاني بكل قوة. لم يكن هجوم الهلال بل زاد ضغطه أكثر فأكثر. هذه المرة كوليبالي واصل إزعاجه للخصم، خطف كرة من بين أحضان رمضاني، لكن الحظ عانده بعدما ارتطمت كرته بالقائم الأيسر. جان كلود سلك طريقا آخر، أراد أن يختصر المهمة، استلم كرة ودخل بنفسه، فراوغ دفاعات المولودية يمينا يسارا حتى سدد كرة لم يرها رمضاني إلا في شباكه فسجل التعادل. طريقة الهدف جعلت الحاج ماديكي يستسهل المهمة، حاول مضاعفة النتيجة لكن كرته كانت بعيدة، ليكتفي الهلال بنقطة منحته بطاقة العبور إلى الربع النهائي بسجل خال من الهزائم وبطموحات بدأ سقفها يرتفع أكثر فأكثر.